إجابة سارة واحدة من بناتنا، بنات المصريات ستات حسن اللي كانت لابسة الحجاب لسنين وقررت ان هي تقلعه في الفترة الأخيرة. أهلا بيكي يا سارة. اهلا يا شيري، ازيك؟ أهلا بيكي، مبروك على البرنامج. الله يبارك فيكي يا سارة. قولي لي يا سارة، لبستي الحجاب قد ايه؟ قعدتي كام سنة لابساه؟ 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين. يعني ابتديتي في سن كام وقلعتيه في سن كام؟ كنت في ثانوية عامة، وكان ساعتها عمرو خالد ده طالع موضة. واحنا كلنا كنا صغيرين بقى بنقعد نشوف عمرو خالد ونعيط ومش عارف ايه والذنوب اصلا ما كناش عملنا ذنوب يعني ولا اي حاجه، كنا لسه صغيرين. وساعتها واحنا في المدرسه كان موضوع عمرو خالد ده منتشر جدا، وكل واحده بقى تروح مديه صاحبتها شريط عمرو خالد ونقعد نسمعه في البيت. وكل واحده تقنع صاحبتها ان هي تتحجب وكده. انا اصلا يعني مامتي مش محجبه ومحدش فرض عليا خالص في الاسره، بالعكس انا اتخانقت عشان اتحجب. ده امر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه، بندعمه بنأيده. وقعدتي 7 سنين يا ساره لابسه الحجاب وقررتي انك تقلعيه؟ 7 سنين، بس انا يعني اكشوالي كنت مصدقاه مثلا 4 سنين، يعني من ثانوي كده لحد اولى ثانوي. وقلعتيه ليه يا ساره؟ انا مش مصدقاه، يعني بقالي 3 سنين بالظبط انا مش مصدقاه. حاسه ان انا طريقه تفكيري وشكلي حاجه، يعني روحي حاجه وجسدي حاجه، فمش قادره احس ان انا متسقه مع ناس. هل سالتي ورحتي للمتخصصين عشان تساليهم قبل ما تقلعي الحجاب اللي انا هعمله ده حرام ولا حلال؟ بصراحه انا ما عملتش كده، بصراحه انا قعدت كتير جدا وقريت حاجات قراءات كتير دينيه على النت وفي كتب وكده، ولكن المرجع الاهم اصلا هو استفتي قلبك. انا مش حاسه ان انا كده حرام، مش يعني مش داخل عقلي، مش قادره اتخيل. انت قناعاتك انك ما عملتيش حاجه حرام بانك تقلعي الحجاب خالص. وبكره تشوفوا مصر. قادره اتخيل ان ربنا هيسيب كل الاعمال الصالحه والسيئه منها ويقف على السكار. انه اكشوالي احنا دلوقتي ما بنبقاش محجبات، كل البنات في الشارع لابسه جينز ولابسه ضيق. انا مثلا ما بلبسش ضيق، البنات لابسه جينز وضيق جدا وقصير جدا، وفي الاخر حاطه شارب عشان ترضي بيه المجتمع. طيب لكن انت لما قلعتي الحجاب يا ساره بعد 7 سنين ودخلتي بقى مجال عمل وابتديتي تشتغلي وابتدى يبقى لك زملاء وجيران وعيله كبيره شايفاكي طول الوقت ده لابسه الحجاب، اتعاملوا معاكي ازاي بعد ما قلعتي الحجاب؟ مين بعد عنك وخاف منك وقال لا دي قلعت الحجاب، ومين قال لك لا دي خطوه كويسه وانت جريئه؟ والله يا سيري انت مش هتصدقي لو انا قلت لك ان الناس اللي قالت انت جريئه وبرافو عليكي كانت اكتر بكتير من الناس اللي انتقدت. الناس اللي انتقدت كانت لو كانت يعني اقل من رد الفعل اللي انا توقعته. انا توقعت رد فعل اكبر من كده بكتير. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآن في بعض العائلات، في عائلات بتعيب على مثلا زوجة أخوهم، زوجة بنت ابنهم تحجبت. تعيب؟ هذا تعتبر دي فضيحة. سلم يا رب. بتلبس زي الخادمات. الله أكبر. هو الحجاب مش مقتنعين بيه يا مولانا، يعني ما مش مقتنعين بالإسلام أساسا. فوجهة نظر فضيلتك بعض الصحفيين والصحفيات يقولن في وجهة نظر وفيها كلام من أنكر شيئا من معلوما من الدين بالضرورة فقد خرج من الملة.